اهلا بيكم في اهم رحله استكشاف في زماننا الحالي. انا سام زي ما انتم عارفين خبير الاستراتيجيات في الاي اي، والنهارده هنتكلم عن القوه الجباره اللي بقت عنصر اساسي موجود في اي بيت وفي اي شركه وفي العالم كله، وهي الذكاء الاصطناعي. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اللارج لانجويج مودلز وقلنا ان دي نماذج اللغه الكبيره، بس النهارده هنغوص اعمق شويه، وعشان نفهم الاي اي مع بعض لازم نفهم هو اتكون ازاي وايه انواعه وبيتعامل ازاي، وازاي العقل الرقمي ده بيفكر. هل هو مجرد اداة بنستخدمها او برنامج، ولا هو فعلا شريك حقيقي في اتخاذ القرارات في حياتك وفي الشغل بتاعك؟ ويا ترى هل هو امان ولا خطر على البشر؟ فده كله هنعرفه، بس قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتتابعني عشان اللي جاي هيكون فيه خير ليك ان شاء الله. يلا بينا نفك شفرة الذكاء الاصطناعي ونبدأ مع بعض، لان انا هدفي مش انك تكون بس بتتعامل على تشات جي بي تي، لا انا عايزك تكون فاهم كويس ازاي تقدر تتعامل في الثورة التكنولوجية الحالية وتكون احد القادة فيهم، مش مجرد شخص عارف يتعامل مع تشات جي بي تي. فيلا بينا. مبدئيا قبل ما نبدأ لازم اصلح حاجة تكون جوه كل واحد فينا، وهي ان الاي اي مش مجرد برنامج على الفون او على الويب سايت معين نقدر نتعامل معاه. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. ده عبارة عن علم كامل وراه داتا كبيرة بيبدأ يفكر ويحلل، وتعال نشوف هنعرف ده ازاي. اول حاجة في حاجة اسمها التعلم الآلي. ده بالظبط عامل زي طباخ شاطر علمناه ازاي يعمل الملوخية، ازاي يعمل الكشري، ازاي يعمل الكبسة. فهو اتعلم عن طريق ما احنا دربناه، لانه اسمه ماشين ليرنينج. فبندربه بنقول له ان الكشري بيتعامل بالطريقة الفلانية، الملوخية محتاجة واحد اتنين تلاتة. فبالتالي هو بيبدأ يدرب نفسه على ان هو يحاول يعمل كل الاكلات اللي احنا قلنا له دي عشان يبقى شيف شاطر. والوصفه اللي بنديها له دي اسمها الالجوريزم. بس مش اي الجوريزم، ده احنا بنديله كميات مهوله من الداتا الموجوده على الانترنت والكتب والحاجات دي كلها، حتى لو جوجل درايف او الكلام ده. فهو بيتشحن بالمعلومات دي كلها عشان يعرف يعمل الحاجه اللي ضربناه وقلنا له يعملها ازاي. فبيقعد يكرر الوصفه دي الالاف المرات، ونبدا نقول له احنا كبشر انت المره دي عملتها غلط، المره دي عملتها صح، المره دي كانت احسن مره، لحد ما يبدا يفهم ازاي يبقى طباخ شاطر قدر يكون ماشين ليرنينج فعلا فعاله وقادره تفيد المجتمع. وده اسمه الماشين ليرنينج، ده اللي هو حاليا بنتعامل معاه زي تشات جي بي تي وجيميناي والكلام ده كله الموجود في الوقت الحالي. في نوع تاني من الاي اي اسمه الديب ليرنينج، والديب ليرنينج معناه التعلم العميق. فالمره دي مش مجرد طباخ عادي شاطر، لا المره دي هو ماستر شيف، طباخ محترف. ده بقى فنان عارف الوصفات بتتعمل ازاي زي ما دربناه قبل كده، ولكن هو عارفها كيميائيا، يعني الشطه فيها ايه وبتعمل ايه، وعارف المقادير اللي بتتحط دي بتتحط ليه. فبيبدأ يعرف يبقى عنده تفكير بينه وبين نفسه، مش مجرد طلب مني حد اعمل له الاكله فانا بعملها، لا المره دي في اختلاف. هو يعتبر زي الكيميائي، هو عارف بيعمل الكيمياء بتاعه الاكل ازاي. بيستخدم طبعا ادوات معقده جدا اسمها الشبكات العصبيه، اللي تشبه عقل البشر تقريبا في قدراته على الربط بين الانمطه. الطبقات العميقه دي من الفهم بتخليه يقدر يحلل طبق مثلا وهو بيعمله في اكله عمره ما شافه، ويخمن مكوناته كمان، او يخترع تعديلات عبقريه. التخيلات وهو يعني بيبدا يشتغل على كل ده. هو بالفعل الوصفات دي موجوده، ولكن هو بيبدا يبتكر ويبدع فيها. ده اللي بيخلي مثلا عربيه زي عربيات تسلا تفهم ازاي اقدر اسوق لوحدي من غير ما يكون في حد سايق. كلنا عارفين عربيات تسلا، فعايزك تتخيل ان هو نفس الموضوع. الديب ليرنينج هنا بيبدأ يحلل يا ترى العربيات اللي جاية عليه من نظرة السواق اللي داخل عليه في الميكروباص زي شوارع القاهرة مثلا، هل الراجل اللي جاي عليا ده هيكسر عليا ولا لا؟ من نظرة عينيه هو بدأ يبقى عنده تفكير بيحلل، عرف يعني ايه بشر، عرف يعني لما يبص كده بعينيه فهو هياخد عليا او هيركن عليا. كل الحاجات دي بتخلي ان عربيه التسلا مثلا في شوارع القاهره او في دبي بتقدر تمشي براحتها من غير ما تبقى انت قلقان، لان هو بيبدا يدرس
العربيات اللي جايه عليه، الاشارات اللي بيديها له الشخص اللي قدامه، ويبدا يندرج عليها. معانا النوع الثالث اللي اسمه الجنراتيف اي اي. الجنراتيف اي اي ده بقى العبقري بتاع الاي اي كله، وده اللي بيبقى فيه بعض الناس متخوفه منه. عايزك تتخيل معايا ان انت جبت الجنراتيف اي اي ده، وعلى فكره باي ذا واي دلوقتي الفتره الحاليه بقت ابلكيشنز زي شات جي بي تي، جيميناي، جروك والكلام ده بداوا يخشوا في الموضوع ده. ده بقى بيعمل ايه؟ لو انت مثلا قلت له انا عايز اكله مبدعه مختلفه، هو بيعمل ايه في الحاله دي؟ هو مش مجرد بس اتدرب على اكلات، هو مثلا عايز ان انا اعمل اكله مختلفه، فبيبدا يفكر ازاي ابهر البني ادمين المصريين مثلا، نعمل لهم اكله مختلفه. انا هجيب حاجه من الشرق على الغرب، هبدا اعمل كشري بالطريقه المصريه مع شويه حاجات في اكلات صينيه، ويقول لك جرب، لانه دارس الذوق المصري بيحب ايه، وممكن يبقى في البلاد التانية ايه المواصفات او السبايسز اللي بيحتاجوها في الاكل، ويبدا يعمل خلطه جديده مختلفه ما حصلتش قبل كده. هو ده الفكره، ان هو بيعمل جنراتيف، يعني بيعمل انتاج جديد، حاجه مختلفه. يعني مثلا ممكن تقول له اكتب لي اغنيه مهرجانات بس بشكل ولحن نجيب محفوظ، فهو هيبدا يعمل ده لانه عارف ده ايه وده ايه، ويبدا يعمل جنراتيف اي اي، ينتج حاجه جديده. عندك مثلا نفس الموضوع لو انت بتشتغل على نتفليكس مثلا، وانت بتختار فيلم، الفيلم ده اكشن مثلا، فانت عرفت الاي اي بتاع نتفليكس ان انا بحب الافلام الاكشن، فيبدا بعد ما الفيلم يخلص يقول لك في ليست من الافلام المشابهه للفيلم ده، فهو بيعرض عليك حاجه، فاذا المشاهد هيستمر في ان هو يشوف الريكومنديشنز اللي جايه من الموقع، وبالتالي الشركه هتكسب ان انت ستيل مستمتع بموضوع انك بتتفرج على الويب سايت بتاعهم. فبالتالي الاي اي هنا كان وسيله لجذب الفلوس. فهمتوا حاجه؟ حتى الان عايز اقول لك ان برضو استكشاف الحاجات السرطانيه، يعني حاليا بقى في اي اي بيبدا من بعض الاشعه يعرف لك الراجل ده عنده ايه. طبعا ده باللي قلنا عليه في الاول خالص، هو اللي بيعرف من كتر المذاكره، ولكن بعد ما بيبقى عنده جنراتيف يبدا يقول لك لو احنا ربطنا ده بده يبقى فيه كذا وكذا، فاذا اللي موجود ده شيء مسرطن، فبيبدا يعرف ده. طب ازاي الاي اي بيبدا يكون ان هو مجرد تحليل بيانات، ان هو يكون مبتكر وذكي؟ هو ده السؤال اللي انت لازم تفكر فيه. زمان كان عندنا الذكاء الصناعي الضيق اللي هو اسمه النارو اي اي. نارو اي اي ده زي هي سيري كده، تقول لها هي سيري اعملي الحاجه الفلانيه، فهي مجرد بتاخد امر بتنفذه، ما عندهاش ابتكار، ما بتفكرش معاك، انت بس بتقول له سجل، بتقول له صحيني الساعه كذا، فهو عنده منهج بيمشي عليه بس. ولكن حاليا في حاجه اسمها الايجنتك اي اي. الموضوع ده بقى مختلف تماما، ده بالظبط عامل زي مانوس اي اي، وطبعا ناس كتير لو انت في مجال الاي اي او متعمق فيه شويه هتكون عارف. مانوس اي اي هو ايجنتك اي اي، شغله كله ان انا بقول له مثلا انا جدولي تبص عليه، تعرف لي انا فاضي امتى، تقول له ان انا عايز اعمل حسابي ان انا هسافر في شهر كذا، شوف لي الفنادق الاحسن فنادق موجوده، البادجت ماني او الفلوس اللي معايا هتكون مثلا $1000، ويبدا هو يفكر ويحلل ويدور ويشوف كل ده، ويبدا يطلع لك الحاجه اللي انت بتدور عليها. فانا عايزك تتخيل ده لو احنا قلنا له الكلام ده برضه في موضوع زي مواضيع الشركات. عندنا مشكله ماليه في سنه كذا وكان سببها كذا، وحاليا داخلين على كذا كذا، انا بكلمه على حاجات قد تتنبأ بيها انت كشخص، بتقول له ممكن يحصل كذا. لتفادي ده من خبرتك ومن سوء التعامل في مجال الامارات، شايف ان انا احافظ على الصوره بتاعتي ازاي في بقيه الشركات المنافسه؟ في الحاله دي هو بيبدا يفهم السوق، ويبدا يحلل، ويبدا يفكر، ويبدا يديك تقارير، ويبدا يتناقش معاك. فاذا ده الايجنتك اي اي. الذكاء الاصطناعي مش مجرد شيء عادي. انا عايز اقول لك ان وانت بتتفرج عليا دلوقتي، انت جالك الفيديو ده عن طريق الاي اي. بص يا سيدي، انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي ان احنا في دبي. دبي مفيش شرطي عسكري حد معين بيبقى واقف على شرط المرور وبيقول للناس اقفوا ما تمشوش، الكلام ده. في اي اي بيبدا يفهم ان في ناس واقفه هنا عايزه تعدي، فبيدي امر لوقت معين ان هي تقف. لو شاف عربيه اسعاف فبيدي انذارات ان الطريق ده يتفتح.
فاهم حاجه؟ لو حد عدى او عمل مخالفه الاي اي بيعرف لانه اوريدي متدرب على كيفيه التعامل. طيب هتقول لي طب ما هو ممكن يبقى غصب عنه حد معدي وعمل مخالفه غلط. هقول لك بقى حاجه، هي النقطه دي اللي بقول لك عليها، ان حاليا بقى بيفكر قبل ما يدي القرار. اديك مثال، دلوقتي مثلا لو في عربيه اسعاف جايه من ورا، ودلوقتي في الصف واقف والخط ما ينفعش حد يعديه، لو عديت الخط بتاخد 3000 درهم غرامه. طيب ازاي الاي اي بيقدر ما يديش مخالفه للشخص اللي عدى ده، وكان بس غرضه انه يعدي الامبولانس او اللي هي عربيات الاسعاف من ورا ظهره، فبيوسع الطريق. بيبدأ يشوف إن هل في عربية إسعاف في وقت معين عدت بعد ما هو دخل ورجع تاني، فبيبدأ يحلل يشوف هل فعلا هو الشخص ده غصب عنه ولا لا. طبعا عايزين نشكر شركة ال RTA اللي في الإمارات اللي بتساعد على تحافظ على إن ما يكونش فيه أي مشاكل في الطرق والكلام ده. بالعكس جوجل ماب كمان عايز أقول لك إن ده برضو AI، لو أنت سايق هيقول لك إن الطريق ده مليان، فهو عارف منين؟ هو عارف ان في GPS تانية شغالة في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، فبيبدأ يفكر معاك انهي طريق قد يكون اسهل واسرع بالنسبة لك. اذا هو بيفكر معاك. تخيل ان انت اوريدي حاليا في كل حاجة في حياتك انت اوريدي بتتعامل مع الاي اي بس انت مش واخد بالك. فانا عايزك تفهم ان ده في الوقت الحالي، ما بالك في اللي جاي. اللي جاي محتاجك تكون مركز معايا وتكمل الفيديو. عندك مثلا شركة في مصر اسمها فوري، ومين ما يعرفش فوري؟ فوري حاليا فيها نظام اي اي قوي جدا، وبيخليك بتعمل تراكنج للفلوس دي رايحه فين، ومين المعاملات اللي حصلت، والحساب البنكي ده كان صح ولا لا. ولو انت بتدفع حاجه في فوري وطلعت نصب، بيبدا يوقف فورا ويكلم الكول سنتر او العميل يقول له الحق بسرعه وقف حسابك، المحاوله اللي انت عملتها دي كانت من شركه نصابه او في اي هاكينج حصل عليك. اذا الاي اي ساعدك، صح ولا غلط؟ حافظ على فلوسك. وده حصل في كذا بنك كمان، ان هو بيتصل بسرعه يقول له حصل محاوله دفع على ويب سايت معين، هنقفل الحساب لحضرتك بسرعه ونحاول نسترد الفلوس. فاذا الاي اي هو اللي عمل كده. اكيد مفيش موظف قاعد بيدور يشوف يا ترى الشخص ده بعت فلوس للشركه صح ولا غلط. فاللي بيعرفوا الكلام ده اي اي متدربه وعارفه الشركات الكويسه من الوحشه. شركه زي فيزيتا، فيزيتا هي عباره عن ابلكيشن بتقدر تقول له ان انا محتاج دكتور معين في المكان الفلاني، بيبدا يقول لك احسن دكتور في الحاله اللي انت بتدور عليها هو كذا، ويبدا يقول لك عن طريق ان ده اقرب مسافه ليك، الشخص ده شاطر في الحته الفلانيه، وبيبدا يعمل ريكومند للحاجات اللي انت بتدور عليها وانت في الابلكيشن. طبعا كل ده بيكون بسريه تامه. ولو انت سالته كاستشاري، عندهم اي اي بوت كده بنتكلم معاه نقول له انا حاسس بكذا او عندي كذا، فتفتكر ده ايه؟ طبعا ده بيبدا يفهمه عن طريق تدريبه على بعض الامراض بداتا سابقه. طبعا كل ده محفوظ ومفيش اي مشاكل فيه، هو بس بيبقى الاي اي يتدرب انه يساعد الناس، ده غرضه. ولكن بعد كده بيبدا يقول لك ان اعتقد ان عندك حاجه زي كذا، اعتقد ممكن تستشير الدكتور الفلاني اللي عندنا في الويب سايت او الابلكيشن. وطبعا عندنا الاقمار الصناعيه اللي ممكن نعرف بيها امتى الشخص او الفلاح يبدا يروي ارضه وامتى لا، امتى الارصاد بتقول. الكلام ده بنعرفه عن طريق ايه؟ عن طريق الاي اي. بيبدا يبردكت، يفكر، يخطط، يحلل لو في هواء جاي من المكان الفلاني فتقريبا بالسرعه الفلانيه هيكون المسافه كذا هتغطي المنطقه الفلانيه، لو في زلزال حصل في المكان الفلاني قد يسمع على المكان الفلاني بقوه الارض الفلانيه. الكلام ده اكيد في بشر بيعملوه، ولكن حاليا كلنا بنستخدم الاي اي، وانت لازم تكون واحد من اللي بيستخدمهم. لن يستبدل اللي بيعرف يتعامل على الاي اي، مش هيستبدلوه، لان هو بيعرف يتعامل مع الماشين ليرنينج، بيعرف يدرب الات، بيعرف يدرب انظمه ذكاء اصطناعي، بيعرف يعمل حاجات كتير قوي. ولكن كمل الفيديو اللي جاي مفيد. احد الحاجات اللي كانت مهمه بالنسبه لي، كان عندنا مشكله في الشركه في دبي، وكنا بنفكر ازاي نقدر نستحوذ على عملاء اكتر من المنافسين اللي حوالينا. في الحاله دي انا قررت استخدم مانوس اي اي، اديته بعض اللي هي السوات اناليسيس بتاعتنا، قلت له احنا ايه كويسين في ايه، وحشين في ايه، ايه اللي بيكون عندنا احسن من المنافسين التانيين، ويا ترى الناس ليه تختارنا ما تختارش حد تاني. بدا يفكر معايا ويحلل السوق، وبدا يقول لي على 4 ملفات PDF فيهم تقرير لسنه كامله
ازاي نقدر نجلب عملاء اكتر. وانا كنت قاعد وشايفه وهو شغال، وكنا بنشرب قهوتنا في المكتب. كنت سايبه حوالي تقريبا 7 دقايق، خلص لنا كل حاجة. كل اللي عملناه قعدنا مسكنا الورق، فرزنا كل اللي قاله، بدأنا نشوف الحاجات اللي هو قالها فعلا صح، والحاجات اللي شايفين ان هي مش هتبقى ماتر قوي في الكيس اللي كنا فيها. بدأ برضو يشوف السوشيال ميديا الفترة دي الناس اللي جاية البلد قد ايه. ده بيعرفه عن طريق التفاعل على السوشيال ميديا، زي جروك مثلا. جروك من احد الحاجات المهمة جدا لو انت بتعمل بحث معين، وبريبلكستي برضو. بس جروك الميزة اللي فيه انه بيستخدم الذكاء الاصطناعي بتاعه، ده جروك ده بتاع ايلون ماسك، انه بيشوف الترندز الموجودة على تويتر اللي هو اكس. فبيشوف الناس بتتكلم عن ايه المهتمين بيه، اراء الناس دي ايه واراء الناس دي ايه، ويبدأ يفكر من خلال الداتا المتخزنة عنده ويقول لك رأيه بعد ما شاف الناس بتتكلم في ايه. فانا عايزك تتخيل لو انت بتحاول تعمل كامبين معين وسألته في حاجات زي استقطب مين من العملاء، ايه المنتج اللي ممكن ابيعه في المكان الفلاني، فبيبدأ يعرف من عن طريق السوشيال ميديا الناس دي مهتمة بايه، عايزين ايه كمنتج او سيرفيس في المكان الفلاني، ويبدأ يبعت لك الليدز دي. وده كان اهم بارت دلوقتي، البارت اللي دايما ناس كتير بتتكلم معايا فيه. وبعض الناس سألتني بعد ما اشتروا الكتاب اللي انا عملته، قالوا لي يا سام اللي احنا قريناه في الكتاب مخوفنا شويه ان احنا نستبدل بالاي اي بالحاجات القيمه الموجوده اللي بيعملها حاليا في المجتمع والشركات، مجال الشركات. قلت لهم بالعكس يا شباب، الموضوع كله بيكمن في حاجه واحده، هي ان انت بتعرف تستخدم الاي اي ولا لا. اللي هيستبدله في 2026 هو اللي ما بيعرفش يتكلم مع الآلة اللي بتفكر، اللي ما بيعرفش يحافظ على وقته ووقت الشركة في منافسة تانية في شركة تانية بتستخدم AI. أنا دلوقتي كمثال شغال في الشركة وقالوا إن إحنا مش عايزين نشتغل بالAI خالص، الموظف لازم يعمل كل حاجة بإيده. ولكن لقينا شركة تانية بتشغل نفسها بالاي اي وبتعمل ايرادات احسن، فبالتالي ان انا هستغل الموضوع وهبدا ان انا اجيب اي اي واجيب ناس بتشتغل بالاي اي عشان اقدر اوفر فلوس، اوفر عماله، اوفر حاجات كتير. ولكن امتى تقول ان الاي اي بقى يعني حاجه خطر على البشر؟ هو ان البشر يستخدموه بشكل خاطئ، ان البشر يستخدموه تجاه بشر تانيين. وعايز اقول لك ان الخطر الحقيقي هو في الانسان يا صديقي العزيز، لكن الاي اي هو مجرد اداه، تول بنستخدمها بندربها، بتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، بيشوف القيم اللي بنديها له ويقول لك المفروض تعمل ايه مع المجتمع. ولكن في ناس تانية بتستخدم الاي اي اوف لاين وبتبدا تدربه، واحنا عارفين الناس دي كويس قوي ان هم يكونوا سبب في اداه زي استنتاج واستخراج فيروسات جديده عشان تقدر تكسب فلوس من الحاجات اللي هيعملوها كأدوية، ويقول لك احنا لقينا للمرض الفلاني الدواء الفلاني وتقدر تشتريه من عندنا. يعني هو بيبيع المرض ويبيع علاجه. الناس دي بتشتغل على حاجات انا مش هقول ايه هي دلوقتي، ولكن ده موجود بالفعل. ولكن اخر حاجه قبل ما اقفل عايز اقول لك ان الاي اي هو اداه قويه جدا، محتاجين كل شخص مهتم بالاي اي يكتب لي تعليق ويعمل متابعه عشان تتابع كل اللي جاي. هتتعلم حاجات كتير جدا، المجال كبير وواسع ولسه الطريق طويل. كل اللي محتاجه منك تتابعني، تشوف الكتاب لو عايزه، لو معكش فلوس تشتريه ابعت لي وانا هبعت لك الكتاب فور فري عادي. واشوفكم على خير يا اصحابي في الحلقه الجايه. مع السلامه، مع سام اي اي بالعربي. باي باي.